تعالوا بقى بصوا كده شكل البيتزا. بصوا يا جماعه، دي حته قطن كده وعليها حشو، مش بيتزا خالص. معاكم ابانوب، والنهارده بقى هديكوا كتالوج عن عجينه البيتزا وكمان الصلصه والحشو. يلا بقى شجعونا وهاتوا بقى كيلو من الدقيق حلو كده، وبعد كده حطوا عليه معلقه كبيره من الخميره ومعلقه صغيره من بيكنج باودر، رشه من الملح ورشه من السكر وربع كوبايه كده من اللبن البودر، وقلبوا بقى كل الكلام الحلو ده مع بعض. وبعد كده اعملوا فتحه في النص وانزلوا بكوبايه زبادي، ويا ريت تكون بلدي، هتودي الطعم في حتة تانية. وبعد كده حطيت كوباية من المية تكون دافية علشان الخميرة تتفاعل وتشتغل. هفضل اعجن كويس، وحسيتها بقى انها محتاجة مية كمان، فنزلت بنص كوباية تانية من المية. تمام، انتوا ممكن بقى النوع دي بتاعكو يحتاج مية اكتر، يحتاج مية اقل، فزي ما انتوا عاوزين. حطيت بقى معلقة من الزيت ومعلقتين من السمنة، وهفضل بقى اعجن كويس قوي. عجنت لمدة 10 دقايق، وكل ما تعجني اكتر كل ما تاخدي عجينة حلوة وجميلة وناعمة وشبه القطن كده. بعد كده يا جماعه سيبها بقى تتخمر كده في مكان يكون دافي، وطبعا الجو حر قوي اليومين دول، فانت هتلاقيها اصلا 10 دقايق ربع ساعه حجمها اتضاعف. هعمل الحشوه. حطيت بقى طاسه على النار، نزلت عليها كده بالسجق، والسجق من غير اي دهون وهو ينزل الدهون بتاعته. بص الدهون اللي نزلها. بعد كده هقلبه، واي حاجه هحطها على البيتزا لازم تكون مستويه. فانا بسوي السجق بتاعنا، حطيت له بقى بصل وحطيت له فلفل الوان، وبدات اقلب بقى السجق مع كل الخضار الحلو ده. نزلت برشه فلفل اسود ورشه من الكزبره الناشفه وشويه من البابريكا المدخنه، واديت بقى تقليبه حلوه جدا. وكده بقى الخلطه عندي جاهزه. عندي بقى كوبايه من عصير الطماطم، حطيت لها معلقه صغيره من الثوم البودر والزعتر، رشه فلفل ورشه سكر وشويه من الخل وشويه زيت. وهقلب بقى كل الكلام ده. ودي بقى صلصه البيتزا بطريقه سهله جدا، يعني مش هتاخد معاكم وقت خالص على النار. بعد كده حطيت بقى في الاخر شويه من الملح. عندي طبعا العجينه بتاعتنا خمرت وبقت زي الفل. دي بقى تعمل معايا من 4 ل5 بيتزا. يعني شوفوا اصلا المكونات كلها ما خدتش حوالي اكتر من 150 جنيه، ويجيب بتمن تمن واحدة بيتزا اصلا من بره. هبدأ بقى احط شوية من الزيت كده على الرخامة، وابدأ كده افرد بقى البيتزا على شكل على شكل دايرة. وممكن في الخطوة دي تخلوا ولادكم هما يعملوا معاكم. وهبدأ كده احطها في الصينية بتاعتي، وابدأ كده افرد كويس جدا. وهنزل بقى بالشوكة بتاعتي، وابدأ اخرم فيها كويس جدا جدا. يا جماعة اسألكوا سؤال اشوفكم مركزين ولا لأ. انا حطيت حاجة للبيتزا عشان تبقى طرية وحلوة. حطيت علبة حاجة، علبة لو مركزين اكتبولي. بعد كده دهنت بقى صلصة البيتزا، وحطيت بقى شوية جبنة موتزاريلا حلوين، وهبدأ انزل بحشو السجق اللي انا عملته. كمان بقى شوية جبنة بقى، دول شوية جبنة شيدر كمان مبشورين. وحطيت شوية جبنة موتزاريلا، قلت بقى عشان الدايت. ودخلتها الفرن درجة حرارة 180. قعدت حوالي بالظبط 10 دقايق لربع ساعة على حسب الفرن بتاعك. هبدأ كده اطلعها. بصوا يا جماعة، قطن وجميل وبجد زي العسل. لازم تجربوها على طريقتي، والجبنة بقى بتشد، والعجينة كده مستوية وكلها زي الفل. لو البيتزا عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم. كان معاكم الشيف ابانوب، وبحبكم قوي.